صوت الصحافة، نبض الخبر. فتح نادي باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل مهاجمه البرتغالي غونزالو راموس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما جذب أنظار نادي برشلونة السعي لتعزيز خط هجومه. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس داخل قلعة كامب نو، مما دفع الإدارة الكتالونية للبحث عن خيارات هجومية شابة وقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة. وتشير التقارير إلى أن راموس الذي انتقل للفريق الباريسي مقابل 65 مليون يورو يشعر بعدم الرضا عن دوره المحدود تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، حيث اكتفى بالمشاركة كبديل في أغلب الفترات وغاب عن التشكيل الأساسي في مواجهات دوري الأبطال. ورغم تسجيله 12 هدفا خلال 41 مباراة، إلا أن قلة دقائق المشاركة جعلت فكرة خروجه من حديقة الأمراء خيارا مطروحا بقوة للطرفين. ويجد برشلونة في النجم البرتغالي فرصة مثالية، خاصة مع تعقد المفاوضات لضم أهداف أخرى مثل جوليان ألفاريز وجواو بيدرو بسبب تمسك أنديتهم بهم. وبناء على ذلك قد يصبح راموس الخيار الأكثر واقعية للفريق الكتالوني في الصيف، مستغلا رغبة اللاعب في الحصول على دور أساسي وانفتاح باريس سان جيرمان على بيع عقده لتوفير سيولة مالية لصفقات أخرى. صوت الصحافة، نبض الخبر.